يكون تحت المهاجم. طيب هاي ميزه في منتخبنا. اسمح لي الشوط الاول اسرع. اتوقع منتخبنا خالد. عبد العزيز الهاجري 1-0 قطر. عبد العزيز حسن 1-0 منتخبنا. حسن العتيبي منتخبنا ان شاء الله. يونس محمود اتوقع 1-0 العراق. 1-0 العراق عاطفي. محمد العاصمي 0-0 بشار عبد الله 0-0 عادل سليمي مع بشار. مع بشار قال 0-0 نهير مع الاخوان 0-0 عادل النوبي 2 ان شاء الله. شكرا للزميل العزيز خالد قاسم وضيوفه الكرام في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكأس في كل مكان، اهلا بكم وسهلا. وتاني مباريات العنابي في خليجي 23 وجها لوجه في مواجهة المنتخب العراقي، واحدة من لقاءات التشكيلة اللي لعبت المباراة الأولى أمام المنتخب اليمني. حراسة المرمى للعنابي سعد الشيب، خط الظهر مكون من الرباعي حمد العبيدي، مهدي علي، أحمد ياسر محمدي، عبد الكريم حسن. خط الوسط كريم بوضياف وبدرو، أمامه 3 لاعبين اسماعيل محمد، حسن الهيدوس، أكرم عفيف والمعز علي. 3 لاعبين جدد في تشكيلة النهاردة، والثلاثة دخلوا على خط الظهر. حمد العبيدي هيبقى باك يمين، احمد ياسر وعبد الكريم حسن الى جانب المهدي علي. اما المنتخب العراقي فيلعب لقاء اليوم بتشكيله فيها 4 لاعبين جدد عن مباراته الاولى: جلال حسن في حراسه المرمى، رابين سلاقه وعلي فايز، علي بهجت، علاء مهاوي، سعد الامير، امجد عطوان، حسين علي، همام طارق، مهند كرار وايمن غضبان. دي تشكيله المنتخب العراقي بالابيض امام حضراتكم على يسار الساده المشاهدين. العنابي بالعنابي لاعب نادي ليونيسا الاسباني، وادي المعلم، ادي النجم الكبير اكرم يوسف مرشح كواحد من افضل لاعبي البطوله، وتصويبه من حسن الهيدوس. حسن الهيدوس قائد العنابي، واحد من اهم اللاعبين. وادي اسماعيل محمد اللي صنع هدفين جميلين في اللقاء الاول، ويعتبر واحد من افضل الاجنحه اللي موجوده في الخليج حاليا. ادي سانشيز المدرب، يا سلام على المعز راس الحربه، شوف الضغط الجميل اللي عامله العنابي، انطلاقه واختراقه الى اكرم عفيف، لا 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 لا، يطالب بضربه جزاء، يطالب بضربة جزاء أكرم عفيف. لكن حكم اللقاء علي شعبان الحكم الكويتي قريب من اللعبة، وزاوية اللعب سهلة جدا جدا، وبالتالي يقول لا شيء. هنعيدها ونشوفها، ومع بدر بلال وكونسولته تحكيمي عالمي مع بدر بلال في برنامج الحكم. نشوف الدفع، تغيير الاتجاه، في قفل في قفل في قفل، في مسك في مسك، في تلاحم في تلاحم، في ولا مفيش. أنا شايفها عادية، أنا شايفها عادية، انا شايفها عاديه. الاثنين لمسوا بعض، الاثنين احتكوا ببعض، الاثنين وكانهم عايزين يسندوا على بعض، وكانه كده، لكن انا شايفها عاديه الحقيقه. قنوات الكأس تنقل الدوري العراقي لحضراتكم وباستمرار. اوفسايد، تسلل على ايمن اللعبه اللي فاتت. ايمن غضبان ومهند كرار وهمام طارق وامجد عطوان وحسين علي وسعد عبد الامير. ليس افضل لاعب وثب عالي، اي انجاز. انطلاقه تاني محمد العبيدي ومهدي، موقف 1 على 1. اللاعب العراقي متحرر، اللاعب العراقي نشيط، ولكن برافو يا سعد يحيى سعد. همام طارق متحرك نشيط ذكي. لعيبه المنتخب العراقي تشعر ان هم النهارده اكثر تنظيم من مباراتهم امام المنتخب البحريني. اتحدث عن التنظيم، وقد يكون ده سر من اسرار ان المدرب غير 4 لاعبين عن المباراه الاولى، لكن متحركين، امكانيات وقدرات وحاله المنتخب العراقي فيعود للخلف. هي كره القدم كده، امال ايه؟ اذا ما احترمتش قيمه اللي قدامك الدنيا تهرب. هنا الهجمات المرتده، هنا السرعه، هنا الانطلاقه، هنا الاختراقه، وادي المعز، عملوها خلصوها، وبدري في المرمى سجلوها. دقوا الطبول وارفعوا الاعلام. العنابي تعظيم سلام، ارفعوا الاعلام ودقوا الطبول. العنابي يسجل اول جول. اي انطلاقه، اي اختراقه، اي استفاقه، ياتي المعز باول اهداف اللقاء. الله 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 يا بابا، العنابي متقدم يا بابا. الله الله، ايه ده يا ولد؟
بص شوف الهيدوس، شوف المايسترو بيعمل ايه، انطلاقة ايه، تحضير ايه، تصويب ايه، هدف للعنابي عظيم. الله عليه. لسه بنقول العراق افضل، العراق احسن، العراق اخطر، ولكنها كانت خطة سحب المنتخب العراقي، ثم الهجمة المرتدة في المساحات بالمهارات بالتصويبات. المعز قال له من الشبكة يا ولد هات. 1-0 للعنابي. الله 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 يا بابا. فانضم للمنتخب باسم قاسم وشارك في نص الملعب. ادي الانطلاقه الثاني من جديد، واصبح اساسي الى جانب ناظم شاكر سمير شاكر. ضربه حره لصالح المنتخب العراقي، لاني اعتقد اهم جزء في تاريخ الكره العراقيه هو المشاركه في كاس العالم. البصمه الثانيه الاهم هي الفوز بكاس اسيا باسد الاسود يونس محمود. نعم، عندما فاز على المنتخب السعودي براس يونس محمود، وفازت العراق بكاس اسيا لاول مره في تاريخها في 2007، واجتمع العراق كل العراق، نعم كل العراق اجتمع بفضل منتخب العراق في ذلك الوقت بيونس محمود وهوار وقصي منير وجاسم غلام. 60% مقابل 44% للمنتخب القطري. اتحدث عن نسبة الاستحواذ زمنيا. انطلاقة تانية بعرض الملعب لكن سهلة، ما بيلعبش برجله الشمال كويس. ويونس محمود وراهم نشأة أكرم. يا جماله يا جماله. المنتخب العراقي تاني تصويبة. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. اهدى. ايه يا ابني ده؟ ايه الثقة في النفس دي؟ وايه القوة دي؟ وايه الصاروخ اللي طالع ده؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا جماله يا جماله. على شماله والله كان هيحطها له. حلوة 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 حلوة. تصويبة للمنتخب العراقي. حل من الحلول هو التصويب. عدن يطولة. بص شوف سعد الدوسري بيعمل ايه، وحسين علي بيعمل ايه. ضربة راس وحارس مرمى العنابي. الله عليه. اتحدث عن قاسم برهان، واتحدث عن يونس احمد، ومن قبل محمد وفا واحمد خليل وعامر الكعبي، ولكن ما فعله سعد الشيب في اللقطة الاخيرة هو شيء عظيم، بل اكتر من عظيم، والعظمة لله. قد يكون محظوظ انها جت في جسمه، لكن هو اتحرك معاها يا جماعة، هو اتحرك معاها يا جماعة. باسم قاسم 58 سنة، المدرب العراقي جن جنونه في واحدة من أجمل اللعبات للمنتخب العراقي. لكن سيبك من كل ده، شفت الولد حسين عمل ايه؟ الله. حبة كريز، حبة كريز المنتخب العراقي. تصويبة تاني. لا 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 لا. الله عليك يا ولد، الله عليك يا ولد. فرحت كل البلد. علي فايز في اللقطة الأخيرة هو الفايز بتصويبة من 38 ياردة، حطها برجليه وكأنه حطتها بإيديه. 1-1. الله عليك يا ولد. فرحت كل البلد، فرحت العراق، كل العراق من بصرة إلى بغداد، كل العراق فرحانة بيك يا ولد. هدف إيه يا جماعة؟ هدف إيه يا جماعة؟ ده ولا سعد الدوسري ولا بوفون ولا نوير. لا 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 لا. لو قاسم برهان ويونس احمد وقفوا مع سعد الدوسري واستلفوا معاهم رعد حمودي من العراق وفتاح نصيف ونور صبري، الستة الكورة هتدخل فيهم. لا 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 لا. علي فايز المدافع يسجل هدف التعادل. 1-1. الله 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 الله. الله عليك يا ولد. فرحت كل للزميل العزيز خالد جاسم وضيوفه الكرام في المجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا متابعي قنوات الكأس في كل مكان، اهلا بكم وسهلا بعد شوط اول جميل مثير سريع. هدفين شفناهم في الشوط الاول من اجمل ما يمكن. هدف بهجمه مرتده سجلوا مباراه اليمن، ومنتخب اليمن خلاص يعتبر خرج من البطوله. ادي على طول اقصى اليمين حسين علي. السلام عليك. يا سلام عليك يا ابني. ساحر يا ابني، ساحر يا ابني. ضربة راس يا ابني. العارضة عملتها يا ابني. العارضة لبست اللون العنابي. العارضة اصبحت اللاعب رقم 12، والفضل يعود لحبة كريز العراق. نعم، هو حبة كريز الكرة العراقية، هو حسين علي قصير مكير، واحذر كل من اقترب من الارض. وضربة راس من ايمن غضبان، ما عرفش ليه كان فيها غضبان. القائم صاحي مش نائم، بل العارضة انضمت لحزب المعارضة وتعارض احراز هدف التقدم للعراق. لكن ايه اللي بيعمله حسين ده؟ مش قادرين يسيطروا على حسين علي لعيبة العنابي.
ولد زئبقي يا جماعه، لابس طاقية لبس وشايف ان مفيش حاجه ابدا. ادي ضربه الراس، بص قدامك، بص حواليك، امام المرمى، اوعى تغمض عينيك يا ولد يا ولد يا ولد. انت في بلد الهدافين يا ولد، انت من بلد العظماء يا ولد. حسين سعيد جايب 17 حب وفرحة وانتماء وولاء. وادي الهدف الاول الجميل اللي سجله المعز علي برجله الشمال بتصويبة الحقيقة ولا اروع ولا اجمل من كده، ولا اروع ولا امتع ولا اجمل من كده، برجله الشمال على شمال جلال. وهنا كانت اللقطة الجميلة اللي انتهى بها الشوط الاول للمنتخب العراقي بهدف ولا اروع ولا اجمل ولا امتع ولا احلى، قل عنها ما شئت. لو حطتها بايديه مش هتبقى بالدقة دي، لو ثلاثية كرة السلة مش هتبقى بالعظمة دي. يا سلام يا علي يا فايز، لاعب نادي الشرطة علي، لاعب نادي الشرطة، لعيب عنده 23 سنة، بيقدم الحقيقة لقطة جميلة 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 جميلة. واحد وخليجي 4 في عام 76. نعم خليجي 4 في عام 76 في قطر، كانت الكويت بطلة والعراق الثاني. وادي الضربة الحرة المنتخب العراقي، ولكن على طول سعد الدوسري حارس مرمى العنابي يتصدى بهدوء وبثقة. مؤثر، رمي التماس ثاني، يبقى تبديل أول للعنابي. مونتاري ثاني على طول أمامية، عملها المنتخب العراقي البديل الذهبي. نعم علي حسني، علي هيلاقوا زيك فين يا علي؟ علي حسني بمجرد نزوله يسجل هدف التقدم. شوف المدرب باسم قاسم عمل تبديل، التبديل كان مؤثر، عمل تبديل في بداية المباراة بعلي فايز سجل هدف، والآن علي حسني يسجل هدف. وهذا هو الهدف، عزيمة الرجال وهمة المحاربين ومهارة الموهوبين وتبديلات المدربين. العراق للانتصار بعد الخسارة، قالوا راجعين راجعين راجعين. 2-1 للمنتخب العراقي. علي حسني بمجرد نزوله يسجل الهدف الثاني، يسجل الهدف الثاني كأنه لابس طاقية الإخفاء. سبحان الله، اللعيبة بصوا على الكرة فقط، بصوا على الكرة بس، ألف به الرقابة، تبص على الكرة وعلى المنافس. خليج 24 إن شاء الله. خلاص سيد جاسم الرميحي أمين عام مجلس الخليج لكرة القدم قال إنها تقام خلاص في قطر بإذن الله. حسين علي هو تاني، مش معقول الزئبقي ده يا جماعة. حبة الكريز العراقية عامل عمايل ومسوي الهوايل. قصير مكير بيلعبها برجليه كأنه بيمشي بيها بإيديه. الحرف تاني على طول، ادي الضربة الحرة، ولكن على طول مش معقول ضاع اسهل جول. مونتاري بمجرد نزوله جات له فرصة كبيرة جدا جدا، كان هيسجل هدف في غاية الأهمية، توقيته كان هيبقى مهم، ولكن يطيح بيها في المدرجات. جايالك هدية يا ولد، بتقول لك شبيك لبيك، الهدف الثاني ما بين رجليك، ولكنه رفضها تماما رغم ان الولد ده هداف كويس، زعلان. انا بقى ما بحبش الحتة اللي زي عثمان اليهري بينزل مع الدقيقة 85. هجوم مرتد 3-1، لعبة خطرة، فرصة الهدف الثالث للعراق، فرصة الثالث عملها أمام لعلي حسني، ولكن سعد يحيى سعد، والله برافو يا سعد، أنقذ فرصة هدف ثالث. كانت فرصة كبيرة جدا جدا لقتل اللقاء قتلا مشروعا. نعم هو القتل المشروع، لو سجل الهدف الثالث الحسابات تختلف جدا جدا جدا، ولكن سعد الدوسري في الوقت المناسب جازف في المنتخب القطري اكتر من اللازم. اللياقة البدنية نفسه يعمل ريكفري كويس لكل اللاعبين. ادي الكرة فرصة الهدف الثالث، لكن حارس المرمى الحقيقة وقف صح وكان ثابت جدا جدا جدا. شوف حسين وهمام، ثم التقدم كان من علي حسني، 3 مهاريين، 3 قصيرين، 3 لأي دفاع يكونوا محيرين. لكن النهاردة نجم المباراة
لو فاز المنتخب العراقي أنا أقول نجم المباراة الأول هو الجنرال باسم قاسم مدرب الفريق. فرصة هدف ثالث ولا إيه؟ أدي همام واحد من نجوم المباراة الحقيقة. همام تصويبة تاني وبقوة من غضبان، ولكن سعد الدوسري يتصدى. تراجع في أداء العنابي في الفترة الأخيرة، السيطرة ليست كاملة، ليست مؤثرة باستثناء الفرصة للمنتاري. تاني على طول التقدم. الهدافين من قطر لكأس الخليج: محمد سلم العنزي هداف خليجي 13، صوفي هداف خليجي 12، السنياري مبارك مصطفى هداف خليجي 11. نلعب